السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ميسا مورد. مرحبا متابعي ديال القناة. اليوم جبتكم واحد الوصفة اللي هي سهلة مهلة، ما فيها حتى شي صعوبة، وكلها خضر كلها فوائد. غنقدموها بواحد الطريقة اللي هي صحية 100%. الوصفة ديالنا سميتها كفتاجي تونسي. اذا تبعوا معي الفيديو من البداية حتى النهاية باش غادي نشوفوا المكونات والطريقة. بالنسبة للكفتاجي زدت معاه الدجاج على الطريقة ديال الشاورما، حتى هو يعني صحي. بالنسبة لهاد الوصفة هادي يعني نقدروا نستعملوا لي صوص اللي نبغيو. أنا استعملت الهريسة، لكن كاينة اللي كيعجبو دي صوص آخرين يقدر يستعملهم. إذا غادي نمشيو دابا وغادي نشوفوا المكونات د هاد الوصفة هادي. الوصفة هادي غادي طيب في الفران، والمكونات ديالها موجودة في كل دار، يعني ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة، غادي نلقاوها في كل دار. إذا عندنا هنايا هاد الخضر هادي، عندنا القرع الأحمر، البطاطا، الفلفل الأخضر يعني سواء حار ولا حلو، داكشي كيبقى حسب الذوق ديال كل واحد. غادي نحطو معاهم 3 ديال الفصوم ديال الثوم وجوج مطيشات، نقشرهم نزولوا الماء ونقطعوهم حتى هما بهاد الطريقه هادي، ونزيد عليهم شويه زيت وملحه، يعني راه ما فيهاش توابل هاد الوصفه هادي، ونحطوها في الفران. هذا هو الشكل ديالها. ملي كتحضر لنا راه هي ما كتاخدش معنا اكثر من 15 دقيقه. اذا من بعد ملي تحضر لنا الوصفه كنحطوها في هاد الصحفه هادي، وناخدو جوج سكاكن اللي يكونوا نفس الحجم. غنشوفوا من بعد علاش غادي نحتاجو هاد السكاكن هادي. بالنسبة للبيض اللي غادي نضيفوه لهاد الوصفة، يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو. أنا غادي نحط جوج ديال البيضات، غادي نقليوهم بهاد الطريقة هادي. ملي غادي يتقلاو لنا مزيان غادي نضيفوهم، ودابا غادي نستعملو ديك السكاكن اللي قلت لكم عليهم. بهاد الطريقة غادي نقطعو هذيك الخضرة ونخلطو هاد الخليط هذا كله مع بعضه. هنا عندي ديك الدجاج اللي بالطريقة ديال الشاورما، هانتوما شفتوه. بالنسبة لهاد الدجاج مع الكفتاجي يعني نقدروا نعملوهم ساندويتشات، كيجيو خفافين ومعهم شوية حار ولا شوية صلصة. نتمنى ان هاد الوصفة تكون عجبتكم وتشاركوها، واذا جربتوها تقولوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة مع ميس سامور. شكرا بزاف على متابعة.